السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جبت 4 كيلو فراولة اسماعيلاوي كده جميلة قوي. هنعمل منها مربى، هنعمل منها كوكتيل. ده كوكتيل بقى، الله على الطعم والجمال. حلوة حلوة يا احمد اهو قدامك اهو. ما شاء الله يا حمود، ايه الجمال ده يا حمود؟ والله حلو يا حمود. شفتوا بقى؟ عشان خاطر ادم واحمد زودوا لنا اللايكات بقى يا جماعه واشتركوا. هنا بقى غسلنا الفراولة وقطعناها، وقطعنا الاناناس، وقطعنا التفاح، وقطعنا الموز بتاعنا، ومعانا هنا فراولة عصير. حط بقى السكر زي ما انت عايزة حسب الرغبة. ومعايا كوباية عصير برتقال على جزر جميلة جدا، هنخلطها معاهم. هنحط بقى الحاجات، كل المكونات على بعضها كده يا حبايبي. حطينا التفاح والاناناس، بعدين الموز والفراولة. هنقلبهم كده، ونضيف بقى ايه التفاح والفراولة برضو. عفوا. حط كل المكونات في بولة بقى عندك أو أي حاجة كده. وطبعا احنا عاملين عصير برضو فراولة هنضيفه عليه. حطينا كل المكونات اللي عملناها، نضيف بقى ايه عصير الفراولة. ده عصير بقى الفراولة اللي عملناه. طبعا حاطين له سكر على قد ما انت ايه حسب الرغبة السكر يعني. ومعانا كوباية برتقان على جزر كمان، تدي طعم جميل جدا، وكان طعمه حلو جدا جدا جدا. كان احمد وادم واقفين معايا اتبسطوا قوي. وعملنا بقى ايه احلى كوكتيل زي ما انتوا شايفين معانا ايه كده. رايك بقى يا دودو؟ حلو أوي. ايه رايك في الجمال ده؟ كوكتيل رائع. دوق كده يا دودو، قول لي طعمه ايه. خد يا احمد دوق كده، قول لي طعمه ايه. انا وادم اللي اكلنا منه، لان احمد بصراحة ما دوق يا بياكلش اي فواكه ولا دوق. بيحب الحاجات دي خالص. تيتا تدوق بقى وتقول رايها ايه. واو، رائع. لايك بقى يا ما جماعه. تنسوناش بقى يا دي احلى حبايبي كوكتيل. باللايك، ما شاء الله، شايفين الجمال؟ وباللايك والاشتراك. ايه رايك في الطعم يا دودو؟ جميل. والفراولة شكلها جميل. وادي الكوكتيل بتاعنا في البولة. ادي الاشكال بقى اللي الولاد عملوها. اتفضلوا معانا بقى يا حبايبي.